السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اضعف التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه بيلت هوم. التطبيق ده مساحته 28 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بالذكاء الاصطناعي. يعني ايه؟ يعني من خلال التطبيق ده تقدر ان انت تصمم غرفة النوم بتاعتك، الشقة اللي انت هتتجوز فيها، عايز تغير في ديكورات الشقة اللي انت عايش فيها، عايز تغير الحمام، عايز تغير غرفة المعيشة، عايز تغير غرفة النوم، عايز تغير اي حاجة في الشقة بتاعتك بتقدر ان انت تعملها على التطبيق ده وتقدر ان انت تشوفها. تقدر بقى تغير الشكل، الديكورات، السقف، الجبسن بورد، الاسقف الساقطة، ال- الاضاءة. ده بالنسبة للغرف، يعني غرفة المعيشة. تغير في شكل الانتريه، الصالون، الركنة. الحاجات دي كلها تقدر انت تغيرها وتقدر ان انت تعملها بالاشكال اللي انت عايزها. تحط براويز على الحيطة، تغير شكل، تغير مكان التلفزيون، تعمل الحاجات دي كلها. وبعد كده تشوف المنظر النهائي او الشكل النهائي. وطبعا انت بتحط المساحة في البداية اللي انت عايزها علشان تبقى قادر انت تشوف كأنك شايف الغرفة بتاعتك بالظبط او الشقة بتاعتك بالظبط. ده كمان بالاضافة لان لو انت عايز تغير في تصميم اوضة النوم او عايز تغير في شكل اوضة النوم، تغير تعمل فيها تعديلات، تعمل اسقف ساقطة، الجبسن بورد، عايز تغير في شكل الحيطان، في الالوان، عايز تغير اماكن العفش والاساس. بالاضافه الى انك لو عايز تغير كمان في شكل الحمام، عايز تجيب بانيو، عايز تركب بانيو اللي هو الشاور اللي هو بيكون مكان مقفول بالازاز ده، تعمل وحده للحوض. تعمل الحاجات دي كلها بتقدر، كل الحاجات دي تقدر تشوفها وتصممها بنفسك قبل ما تشوفها على الحقيقة. وبعد كده لو عجبك الحاجة بتقدر ان انت تنظمها بقى زي ما انت عايز. في ناس كتيرة بتشتكي من التطبيق ده، في اعلانات كتير. دي يعتبر مشكلة في التطبيق. في ناس كتيرة بتشتكي من ان التطبيق مش شغال في كل الغرف، يعني شغال في غرفة واحدة بس ومش بيشتغل في باقي الغرف. ده لان التطبيق بيحتاج ان انت تشتريه. لو اشتريت التطبيق بتلاقيه شغال معاك في كل حاجة، في كل الغرف، اللي غرفة نوم، غرفة معيشة، ريسبشن، حمام، مطبخ، كل حاجة بتقدر تتغير فيها وتعدل فيها زي ما انت عايز. انما لو ما اشتريتش التطبيق ممكن بتلاقي مثلا بيديك غرفة واحدة، ممكن بقى بتشوف الاعلانات كتير، ممكن ما بتعرفش توصل كمان للغرفة من كتر الاعلانات اللي انت بتشوفها. فدي مشكلة بس في التطبيق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين رسم لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.